أمان وسيلتك، أمان مستقبلك. ازيك يا باشا؟ العربية هناك اهي، طالع اسلم اوردر وراجع فورا. لو حصل اي حاجة كلمني على طول. تمام يا أستاذ، أنا موجود، ما تقلقش. شكراً على اهتمامك بالسيارة، نهارك كله رزق. كده انا راكن العربية قدام الحارس ومأمنها كويس، ابقى ده سلم وانا مطمن. اركن صح وتواصل مع المسؤولين في المكان، خطوة بسيطة تفرق كتير. الركن العشوائي غرامة ومشكلة. يا الشارع زحمة جداً، أنا هركن صف تاني، هطلع بسرعة أسلم وبعدين أرجع وربنا يسترها. أوه إيه ده، أنا مركنتش غير دقايق علشان أسلم الأوردر، أدي تاني مخالفة في أسبوع. الركنة الغلط ممكن تكلفك مخالفة وتكلف غيرك أكتر. يا المكان زحمة جداً. بص يا باشا، لو سمحت انزل استلم الأوردر، مش هعرف أركن الموتوسيكل هنا. لا شكرا، كده هكنسل الطلب. انا عندي ناس مش هسيبهم وانزل علشان استلم منك، وكمان هعمل شكوى. براحتك، أنا عملت اللي عليا، ده أوردرك مش أوردري. خوفك على وسيلتك ما يخلتش تقدم خدمة سيء، العميل أهم. ألو، ينفع تقابلني عند أول الشارع؟ أصل مفيش مكان أركن عندك. أنا طلبت مندوب يوصل لي الأوردر وإنت هتجيب ليا الأوردر في الشغل. متخيل إزاي إني هسيب الشغل وانزل أقابل حضرتك؟ لو مش عارف توصل لي الأوردر صح الغي الطلب، أنا هشتريه من أي مكان مادام كده هنزل. طيب خلاص، ممكن أجيلك بس هيكون في يوم تاني علشان الدنيا زحمة. نحن نصل لمكان تواجد العميل. خدمة التوصيل تبدأ من احترام مكان العميل. الاستعجال كلفك كتير. يا أنا اتأخرت قوي النهاردة. أنا تقريبا سايب الشباك مفتوح. حلو الزبون المسطول ده سايب العربية مفتوحة وفي كرتونة على الكرسي زي الفل. فين الكرتونة؟ كانت هنا. أنا اتسرقت. ده الأوردر كان معدي 3000 جنيه. الحقوني يا عالم، أنا اتسرقت. خسائر مادية بسبب الإهمال. قفل العربية وتأمينها مش رفاهية، ده أمان شغلك. خد يا حبيبي الأوردر وطلعه للعميل، أنا هستناك هنا. صفة كده مش هقبل الاستلام لأن أنت مش عارف تفهمني حاجة، وكل ما أسألك سؤال ترد مش عارف. خلي حد تاني يجيب الأوردر، في حاجات خطأ. أنت اللي خارج بالأوردر، يعني المفروض أنت اللي تسلم. ابنك مش مندوب ولا حاصل على تدريب ولا مؤهل ولا يقدر يقوم بشغلك. خلي شغلك دايما احترافي. وسيلة النقل هي شريكك في الشغل، إيدك اليمين اللي ما تقدرش تستغنى عنها. حافظ عليها وخليك مختلف في التعامل معاها، كل ده بيفرق ويخليك توصل لنسب تسليم عالية. الركن الصح، الاحترافية والتواصل الذكي. ربنا يسترها عليكم جميعا. الشغل مش لعبة، ده واجب وأمانة لازم نراعي ربنا فيها. كان معاكم محمد زيادة، كوتش النجوم.